أول يوم هلا إذا وصلنا على أوروبا رح نفكر نبعث لأختي بتركيا ولأهله بسوريا. يعني نحن ما بنصدق نطلع لنبعث لهم. نحن صار لنا 6 أشهر، يمكن من شهرين وانت جاي ما ضل مصاري. أول ما اشتغلت في وحدة إيطالية اسمها جادة دعمتني بالمواد وفتحنا صالون. لو تعبانة بدي أشتغل، ولو مرضاني بدي أشتغل، ولو ما أعطوني بدي أشتغل. الكل بيقولوا لي أنت مجنونة، أنت مو عاقلة، لو مين محلك ما بيشتغل. يعني صباحية العيد اجوا 10 أولاد رقدوا لعندي وبدهم أعمل لهم شعرهم. إيش قال لهم؟ روحوا جيبوا مصاري لأسوي لكم شعركم. نحن بسوريا كنا نملك كل شيء. كان عندي سيارة وعندي 2 بيتين. أولادي يروحوا على دورات إنجليزي، على دورات رسم، على دورات كاراتيه. كنا بسيارة كل أسبوع نطلع على البحر، نطلع على الضيعة. يعني ما كان ناقصنا شيء. يعني اضطرينا نطلع لأنه مستحيل كنا نفكر نطلع لأوروبا وما معنا مصاري. طلعنا لتركيا. ابني عمره 12 سنة اشتغل 1.5 سنة، وقال له كل يوم 100 مرة بس اشتغل نصمد المصاري لنطالعكم لأوروبا لتدرسوا. ما في حدا بيضطر يطلع من حضن أمه إلا إذا وصل السكين للجرح. بتخيل وبشوفه بمنامي كل فترة إنه ما صاير له شيء، بس 100% بيكون ما بقيان منه شيء. حتى صور أولادي وطفولتهم وذكرياتهم فيها. يعني فيه ذكريات 16 سنة. غالباً ما بشوف بالمنام، وبنبسط لما بفيق إنه شفت بيتي.